ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم طاجن باميه هتاكلوا صوابعكم وراه. اول حاجه هنجهزها معلقتين كبار من الزبده الفلاحي ومعلقه كبيره ليا مبشوره. يعني لو هنستخدم لحمه ضاني هنستغنى عن الليا، لو هنستخدم لحمه عجالي الليا بتظبط جدا يا جماعه طاجن الباميه، لكن لو مش بتحبوها ممكن جدا نستغنى عنها. وهنجيب بصلايه كبيره ونقطعها كده مكعبات صغيره، وهنشوح بقى بعد ما الزبده تسيح والليا هنشوح البصله لحد لما توصل للون اصفر. يعني عايزين البصله بس تصفر، مش عايزينها تتحرق معانا. بعد كده هنجيب طماطم هنعصرها وهنصفيها من قشر كويس جدا، وهنسيبها تتسبك، يعني الميه تتبخر كده من الطماطم زي ما انتوا شايفين. بعد بقى لما الطماطم تتسبك هنبدا نضيف البهارات، ملح وفلفل اسود وكمان كزبره ناشفه وثلاث اربع فصوص كده يكونوا مهروسين. وهنقلب بقى القصه دي كده كلها مع بعض. طبعا احنا مش هنوصل الباميه، فجبت باميه متفرزه، والباميه المتفرزه يا جماعه بتتحط مباشره كده في التسبيكه، يعني ما بنسيبش الباميه تفك ابدا، لازم تيجي من الفريزر على التسبيكه على طول عشان تدينا كده النكهه وتدينا الطعم الحلو. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وهنغلف كل الباميه بالتسبيكه الحلوه ديت. طبعا بقى كنت سالقه لحمه، واللحمه كمان تكون ملبسه او تكون الموزه، ويا سلام بقى لو لحمه ضاني تبقى مية مية، بس انا في اليوم ده كان عندي لحمه عجالي. تمام. لكن زي ما قلت لكم اللي هي بتظبط جدا مع الطاجن دوت. تغلي غلوتين بس على البوتاجاز، وعلى الفرن هنولع الفرن من تحت، وكمان هنولع الشوايه. هنخليه يا جماعه 15 دقيقه في الفرن، وممكن اخر مثلا 3 دقايق نشغل الشوايه تاخد اللون الحلو دوت، واللحمه كده تاخد التحميره الحلوه ديت. يا سلام بقى، اسمعوا الصوت يعني خطير. مش قادره بقى اقول لكم، يعني الطاجن الباميه دوت وافضل طاجن. يعني بنستبعد خالص الطواجن اللي هي المطليه بحاجات صناعيه، دي مش هتدينا نفس النكهه، يعني لو عملنا فيها اي حاجه مش هتدينا النكهه المظبوطه. لكن احنا نجيب الطواجن اللي يعني لما نشتريها نشتري الطواجن اللي هي مش مطليه، الطواجن اللي هي الطبيعيه، وندهنها زبده بلدي او مثلا عسل اسود وندخلها الفرن نقعدها ساعه ولا حاجه علشان بس نسد المسام بتاع الطاجن، وكده تمام نستخدمه بيبقى حلو جدا، بيدينا نكهه فظيعه يا جماعه في الطواجن بقى، الخضار او اي حاجه هنعملها. يعني خلوا عندكم كده طاجن كبير وطاجن صغير واستخدموه مع الخضار او كده، هيفرق جدا في الطعم. بس كده. ولو اول مره تشوفوني يا ريت بقى متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير. لو بتشوفوني على الفيسبوك متنسوش تعملوا متابعه على صفحتي على الفيسبوك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.